في صورة جديدة تؤكد من هو المغرب ومن يفتقد للأخلاق قبل الألقاب. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توجه دعوة رسمية للمشجع الكونغولي الشهير ميشيل كوكامبولادينغا الملقب بلومومبا لحضور نهائي كأس إفريقيا يوم 18 من يناير بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. مشجع صامت، لم يسب، لم يستفز، حضر بأخلاقه فصار رمزاً قارياً. بلاده اعترفت بقيمته فكرمته ومنحته سيارة رباعية الدفع. وفي الجهة المقابلة لاعب جزائري اختار قلة الأصل، الإهانة والاستفزاز، فظهر الفرق واضحاً بين ثقافة الاحترام وثقافة الإساءة. كوكا قالها من المغرب: أحببت هذا البلد وشعبه، وسأظل أشجع المنتخب المغربي تقديراً لحسن الضيافة. هكذا هم المغاربة، كرم، احترام واعتراف بالآخر. وهكذا تفضح العقليات التي لا ترى في الرياضة إلا مجالاً للشتم والتوتير.